السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم مير مختار. طبعا رمضان خلص والعيد خلص وكل حاجة بتخلص، والحمد لله على كده. وربنا كده يا رب يبلغنا الأيام الجاية على خير يا رب، ورمضان الجاي على خير. رجعنا بقى لأكلاتنا بقى المعتاد والأكل بقى المصري الجميل. هنعمل مع بعض الكشري المصري، كده حاجة كده لا يعلى عليه في أي بلد تانية. نعمله ببسيطة، بطريقة بسيطة، مش هياخد مننا ساعة. يلا بينا نروح نشوف الطريقة. شايفين الطبق ده؟ بجد طبق ممتاز، أحلى من بره مليون مرة. نبدأ كده ونقول بسم الله، ونقول معايا كمان الحمص، ومعايا عدس بجبة ده غسلهم ونقعهم كده وهولع عليهم دلوقتي، ومعايا المكرونة، نوعين مكرونة، اسباجيتي والمكرونة اللي هي المرمرية الناعمة. تمام. هعمل لكم تريكات للكشري هتاكلوه هتحلفوا بيه طول حياتكم، اللي انتم عمركم ما اكلتوا كشري بالطعامه دي. تمام. انا هنا كده اخدت الحمص وحطيته على النار يتسلق، بس هو بيتسلق كده. اول ما غلى كده حطيت فيه نص معلقه من السكر عشان يسوي في عمليه السوا بتاعته. معايا البصل عندك بقى بصل ابيض. بصراحه البصل ده شاريه مخصوص عشان الكشري، البصل الابيض. ممكن البصل الاحمر تمام، بس البصل الابيض فيه كده تسكيره حلوه جدا، فانا بقطع كده بصلتين على قد بقى ما انت هتحتاج. انا عندي مش كله بيحب البصل بصراحه، فانا هعمل بصلتين واقول لكم هنعمل ايه كده وانا بقشره. هقطعها كده بس شرايح رفيعه. لازم البصل بتاع الكشري يتقطع شرايح رفيعة. وسر القرمشة بتاعة البصل هقولكوا فيها الوقت واحنا بنقليه. تمام. انا واحدة متعبة، احب اتعب نفسي. ايه اللي غاصبني اقعد استعمل سكينة رفيعة كده في الشغل؟ ما علينا. تمام. هنا هقشر بقى اقطع البصل كده لشرايح رفيعة خالص. ومعايا المصفى. طيب المصفى دي هحط فيها البصل اللي انا مقطعه. لو كنت بقى وصلت معايا لغاية هنا، ما تنسوش من اللايك وشير وسبسكرايب للقناة. ويا ريت كده تشيروا الفيديو لأكبر عدد من أصحابكم، قرايبكم، أهلكم، جيرانكم، يشوفوا الفيديو علشان برضو الفيديو ينتشر بيكم. طبعا شايفين انا بقطع البصل ازاي شرايح رفيعة خالص خالص، علشان ده السر ان هو يبقى البصل محتفظ بالقرمشة بتاعته. عايزين كله يبقى نفس الحجم متساوي. هحط كمان هنا عليها معلقة صغيرة كده من الملح، وكمان حاجة اضافة كمان معلقة من السكر. طيب ايه لازمته الملح والسكر؟ الملح والسكر، الملح هينزل المية اللي فيه، والسكر هيديله قرمشة كده وهو آه، واحنا بنقليه. انا هنا بحاول كده ان انا افكك البصل من بعضه، وانت بتفك كده البصل من بعضه. يعني آه تفردي كده من بعضه. ولو لقيت واحدة كده شابكة في بعض لازم تفردها كده عشان لما تقليه يبقى كل واحد كده اخد السوا بتاعه. تمام. خلاص كده، خلاص قطعنا البصل. دلوقتي بنسلق المكرونة وبنسلق الحمص. كل ده كل واحدة على عين يعني. وانت بتشتغلي كده مش هياخد في ايدك ساعة واحدة بس وانت بتعملي الكشري. طيب تاني حاجة هنعمل ايه بقى؟ هجيب حلة احط فيه زيت، الزيت كتير. طبعا احنا هنحمر بصل، والزيت ده مش هنرميه ولا هنركنه. هقولكوا هنعمل فيه، هو ده بقى السر بقى بتاع طعم الكشري، في زيت بتاع البصل. طيب دلوقتي هنعمل ايه كمان؟ هولع على الصلصة. الصلصة الطماطم فيك ان انت تعملي حاجتين، يا اما تسلق الطماطم تديها الاول كده غلو على النار وبعد كده تعصريها، يا اما تعصرها مرة واحدة. انا بصراحة استسهلت وعصرتها، لان مع ان كل مرة كنت بديها غلوة كده الاول قبل ما اعصرها واحطها على النار، انما المرة دي استسهلت وطحنتها فرمتها كده ورفعتها على النار على طول. طيب ايه الاضافات اللي هتحطها على الصلصة بتاعة الكشري؟ اصبروا معايا والوقت هقولكوا هنعمل ايه. وخلي بالك طول ما احنا شغالين ايدك في قلب البصل، ما تنسوش عشان ما يحمرش من ناحية وناحية. طيب دلوقتي خلاص كده سلقت المكرونة وهولع على العدس بالجبة. هاخد شوية من الزيت اللي انا بقلي بيه البصل وهنزل بيه بالعدس فوق الزبدة. طيب هو ده بقى السر بقى بتاع الكشري، اللي احنا الزيت بتاع البصل هنعمل بيه كل شغل الكشري، سواء العدس بجبة، سواء المكرونة، سواء الرز بتاع الكشري، كل ده بزيت البصل. هو ده اللي هيديله النكهة الحلوة.
دلوقتي خلاص قلبت العدس تقلبتين كده مع بعض. هنزل بقى عليه بالبهارات، فلفل وكمون وكزبرة ناشفة والملح، وهقلب. اللي عايزة بقى تضيفي شوية شطة تمام، ضيفي شوية شطة. هقلب كل ده مع بعضه، وهزود بقى شوية مية سخنين يعني على قد كده بس فوق، بس ما هيغطي العدس بالجبة، لان احنا مش عايزين العدس يبقى شارب مية كتير، لان ده السوا بتاع العدس كأنك بتسوي رز بالظبط. وهقول لكم على حاجة كمان، شوفي مثلا عدد الأسرة بتاعتك ايه بالظبط، يعني بلاش تزودي في الأكل. يعني هو الأكل ده يعني انت شو ممكن تقولوا ايه ده، هو ده بس الأكل اللي انت عاملاه؟ لا، هو دوت بس فاض منه. هنا بقى في تركاية، هاخد شوية من الصلصة اللي احنا بنعملها على شوية من البصل اللي احنا محمرينه، وهضربهم مع بعض وهنزل بيهم فوق الصلصة بتاعت الكشري. بجد ده بينقل الصلصة في حتة تانية خالص. طبعا بقى دلوقتي خلاص ضفت البصل المضروب بالصلصة فوق باقي الصلصة، والوقت بقى هنحط البهارات بتاعت الصلصة. طيب هتحطي، هحط خل، شوية من الخل وشوية من السكر عشان يعادل حموضة الطماطم، وشوية من الملح بقى وفلفل وكمون وكزبرة، ورقة اللورة، عندك رشة قرفة ضيفي رشة قرفة، والشطة. زودي شطة بقى لو اولادك بيحبوا الحاجة حارة، زودي الشطة. طبعا الكشري معروف ان هو لازم يبقى حر، ونار كده تاكليه كده يبقى ايه، نار. في هنا كنت في اضافة كمان بعملها لصلصة الكشري، باخد شوية من الكشري وحمر شوية شطة كده على النار في معلقة زيت ومعلقة شطة كده حلوين كبار، وانزل عليهم بشوية من الصلصة، ودول بسيبهم بجنب. بس بصراحة ما عملتهاش المرة دي. دلوقتي هنعمل بس ايه، هنعمل كده الدقة بتاعت الكشري. ايه هي؟ توم، هاخد معلقة من الزيت بتاع البصل، وهاخد معلقة كبيرة من التوم. التوم بقى انت عايزة تزودي عايزة تقللي براحتك، انا بس ما كترتش توم لان عندي ما بيحبوش التوم الكتير. تمام، انا مش عايزة التوم بتاعي يحمر، انا عايزة ياخد بس تقلبتين كده في قلب الزيت. وهنزل عليهم بربع كوباية من الخل، وكمان هنزل بربع كوباية من المية العادية، وعصير ليمونة. بس هنا بضيف كمان شوية خل كده صغيرين، لان حسيت كده ان الخل قليل، لا اما اضيف كده شوية. وزي ما قلت لكم، لو وصلت معايا لغاية هنا بقى ما تنسوش من اللايك واشترك وسبسكرايب، وان شاء الله لما تجربي طريقة العدس بتاعنا هيعجبكم جدا جدا. تمام، هنا بقى بحط معلقة حلوة كده كبيرة من الكزبرة الناشفة، ومعلقة من الشطة، وفي تركاية كده بضيفها انا من عندي، معلقة سكر. طيب ليه معلقة سكر؟ علشان يعادل برضو حموضة الليمون، ويعادل حموضة الخل، عشان ما يتعبش المعدة لو انت معدتك بتبقى مثلا تعبانة او كده. جربوا كده التركية بتاعت معلقة السكر في التقلية او الايه بالظبط بتاعت الكشري، دقة الكشري، وبجد هتنقلها في حتة تانية خالص. هنحط بقى الملح وعصير ليمونة وشوية من الكمون، وهسيبهم يغلوا كده بس 5 دقايق، وهتطفي عليهم النار وتسيبيهم بقى في جنب. كل ده احنا سلقنا المكرونة، وسلقنا العدس، طبخنا العدس بالجبة، وسلقنا الحمص، وسلقنا وعملنا الصلصة بتاعة الكشري، وعملنا دقة الكشري. فاضل ايه؟ فاضل الرز. الرز الوقت برضه في نفس الزيت بتاع البصل، هناخد زيت البصل وهنعمل به الرز. كل كوباية رز قصادها كوباية شعرية. انا هنا على طول من الكسل الحل على طول بتاعت الشعرية. تمام. طيب ليه كده ما يبقاش كتير الشعرية؟ لا، الكشري شعرية برز كتير، الشعرية تبقى كتيرة فيها كده، تبقى كده باينة كده في الرز. وكمان آه مكرونة بقى وعدس بجبة والحاجات دي كلها. هنزل كده بكوباية، هنا كوباية شعرية قصادها كوباية الرز، هنزل بقى بكوباية الرز على الشعرية، وهقلبهم مع بعض، وهبهرها بالملح بتاعنا،
وفي تركية بس انا ما عملتهاش، ممكن تاخدي شويه من ميه العدس بالجبه وهو بيغلي، تنزليه فوق الرز بالشعريه وتسويه بيها، او لو انت حابه تضيفي العدس بجبه فوق الرز وتطبخوهم الاتنين مع بعض تمام ماشي، بس انا بفضل ده لوحده وده لوحده. وعلى فكرة الحلال الستانلس دي دول بجد طلعت حلوة اوي اوي في الرز، انا اول مرة اطبخ في اساسا فيها رز وعدس بجبة، بس بجد طلعت جميلة جدا في طبخها الرز. ايه رأيكم بقى في التركات بتاعة العدس؟ جربي بتاعة الكشري، جربي التركات دي في قلب الكشري، وبجد ما شاء الله هتاكلي احلى طبق كشري وانضف من بره بكتير بكتير. كفاية اللي انت عاملاه، كفاية اللي انت عاملاه من ايدك. بجد لو الطريقة عجبتك عرفيني في الكومنتات، ولو انت بتعملي زي ما انا بعمله، او لو ليكي تركاية خاصة بيكي بتعملي بيه عرفيني وانا هجربها وهقولك رأيي فيه، وانت برضو قولي رأيك في قلب التركات اللي انا بعملها في الكشري. هنا بقى برضو بشوية من الزيت بتاع البصل حطيت فيه شوية ملح وشوية فلفل اسود وشوية شطة، وهنزل بالمكرونة بتاعتي وهقلبهم مع بعض تقلبتين تلاتة، بحيث ان المكرونة تشرب من الزيت وياخد طعم كده البصل المقلي اللي قالين فيه الزيت، وبجد جميل. طيب سامعين بقى دلوقتي صوت بقى القرمشة بتاعة البصل؟ بجد حاجة خرافة 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 يعني، فضل لغاية دلوقتي آه البصل محتفظ بالقرمشة بتاعته. هقولك على تركية برضو، وانت بتقليه طلعها على مصفى كده يتهوى ويدخل له هوا ويفضل محتفظ بالقرمشة بتاعته. تعال بقى الوقت بقى هنقدم الطبقة بتاعنا، هنقدم ازاي؟ تحت هنحط طبقة من الرز، لو انت عندك الاطباق الستانلس بتاع الكشري يا سلام يبقى تمام، بس انا اولادي ما بيحبوش ياكلوا في الحاجه دي، بياكلوا في الفخار او الازاز او زي ما انا بقدم لهم كده. تمام، يبقى طبق من الرز، طبقة من المكرونة، عايزة تكتري المكرونة، عايزة تقللي الرز، عايزة تكتري الرز، عايزة تزودي عدس بجبة، براحتك خالص. كل دي وشوفي كل واحد ورغباته ايه وقدمي زي ما هو عاوز. هنا كمان حطيت فوق المكرونة طبقة كده من العدس بجبة. العدس بجبة ده بروتين ومفيد جدا للأولاد. تمام، هو الطبق كده متكامل، ويا سلام بقى عليه بقى مع شوية بقى صلصة من اللي احنا عاملينها. الصلصة بقى طعمها مميز وجميل وريحتها بجد خطيرة جدا. اللي عايز بقى انا قدمت لهم كده، اللي عايز يزود شطة يزود مثلا فوق الصلصة، ياخد شوية صلصة لوحدهم. انا بقى بقدمه ايه، الصلصة لوحده والدقة الكشري لوحدها، واللي عايز يزود صلصة فوق الشطة فوق الصلصة يزود براحته. ادي كده طبق الكشري بتاعنا.